طب اسمعوا المقطع تكفون الآخر شيء. أقسم بالله إني كنت في هم ما يعلم فيه إلا فاطر السماوات والأرض. هم على قلبي، أقسم بالله جبال على قلبي. تعرفون النومة اللي أنامها وأنا أقول يلا بكرة الفرج، بكرة بيتيسر، بكرة بفرح، وأصحى بكرة على طول أفتح جوالي يا رب رسالة الفرج، ما حصل شيء. ويزيد عندي اليقين انه لا، ربي بيختبر صبري، باقي اصبري غدير، اصبري، عيشي يومك على اساس انه بكره بتفرحين. الامر هذا اللي هم على قلبي لازم يتيسر الاسبوع هذا. اذا ما تيسر الاسبوع هذا، وصلت الخميس ما تيسر، يعني لا اله الا الله. ما ادري، حتى انا ما تخيلت اصلا انه ما يتيسر. ما ادري شلون، انا بس متامله انه ربي بيسرها. وشلون كيف يعني ابواب الدنيا كلها مقفله، كلها مقفله، يعني باب الله سبحانه وتعالى فقط. ما في احد مستقبلني الا الله سبحانه وتعالى. وكل ليله استنى، قسم بالله اني استنى الساعه 12 خلاص انه يعني اوصل اخر الليل عشان افرش سجادتي واصلي وادعي يا رب يسرها، يا رب دبرني اني ما ادري وش اسوي. اقسم بالله اني وصلت اني اقول يا رب ضعت ما ادري وش اسوي، فدبرني خلاص، ما ادري وشلون، ما ادري كيف، بس انه منك التدبير. والله العظيم الحين احنا الاثنين الساعه 10، اقسم بالله انه قبل 10 دقائق تيسر الامر، تيسر الامر يعني يا الله يا جماعه. اقسم بالله اني اليوم افكر اني راجع من الجامعه وشلون احس اني مره لا اله الا الله، يعني خلاص احنا الاثنين بقى بس 3 والاربعاء، لازم يصير الخميس، لازم قبل الخميس تيسر. اقسم بالله العظيم انه تيسر. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. يومي كله من اصحى وانا احوقل واكرر تاج الذكر واصلي الصلاه الابراهيميه، ولا عمري خليت سوره البقره. سوره البقره بعد صلاه الفجر لازم، يعني 40 دقيقه من بعد صلاه الفجر لازم اني اقراها، خلاص الحمد لله تعودت. فاقرا سوره البقره، اكرر احوقل كل بنيه انه يا رب يتيسر هذا الامر. والله انه تيسر بقوه، يعني بقوة الله سبحانه وتعالى، والله بدون تدخل من أي أحد حولي، بدون جاني كذا الفرج من 7 سماء. فيا ربي لك الحمد، سخرني الله عشان أقول لك هالكلام. لا تيأس ولا تقنط مهما طالت الفترة، والله إن ربي بيسرها لك بالوقت المناسب. أنا الوقت المناسب اللي كنت أشوفه يوم الأحد، قلت أبغى يتيسر يوم الأحد، ونايمة على يوم السبت على إنه يوم الأحد بصحى على فرج، ولا تيسر. فأنا أيقنت إنه اختبار لصبري. فيا ربي لك الحمد، ما تيسر أحد تيسر 2. كيف لو كنت قانطة برحمة الله ويائسة وأتحلطم، ما كان في أي لذة لاستجابة الدعوة الآن. فيا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. وصدقوني إنكم بتجربون لذة الاستجابة قريب، لكن خليكم متيقنين.